السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الوصفه بتاعتنا وصفه مميزه. هنعمل الجلاش بحشوه الكنافه، طبقات من الجلاش وطبقات من الكنافه كده. وصفه تنفع لعزومات رمضان وهتطلع معاكي كميه كبيره ما شاء الله. وكمان اللون هيبقى ذهبي والسكر بتاعنا مظبوط، وهقولك على كل التفاصيل والتكات اللي تطلع معاكي الجلاش باللون الذهبي الحلو ده، وكمان التوريقه الحلوه ديت. يلا نشوف الطريقه مع بعض. بص يا ست الحبايب، زي ما اتعودنا في اي فيديو او في اي فيديو حلويات، اول حاجة بنعملها اللي هو الشربات او السيرم. بيبقى 3 كوبايات من السكر للمقدار اللي انا شغالة فيه. 3 كوبايات من السكر ده لنص كيلو من الكنافة ونص كيلو من الجلاش. 3 كوبايات من السكر، عليهم كوبايتين وربع من المية، عليهم عصير نصف ليمونة، وكمان عليهم باكت من الفانيليا. وبقلبهم من الوسط، ما بحاولش ان انا اجي ناحية الاطراف علشان ما يسكرش مني. برفعهم على النار لمدة 8 دقايق. اول 3 دقايق كده بخليهم على النار، واول ما يوصل لمرحلة الغليان بوطي عليه النار واسيبه 5 دقايق، وبعد كده بنزله بسيبه يبرد. بعد كده بجيب نص كيلو من الكنافة، متفرزة عندك مفيش مشكلة، طازة مفيش مشكلة. انا عايزة الكنافة بتاعتي هنا متقطعة، مش عايزاها ان هي مفرومة ناعم، بنزل عليها بمعلقة من السكر. انا عايزة الكنافة بتاعتي يكون خشنة كده ومتكسرة تكسير، مش عايزاها اللي هي ناعمة قوي، علشان عايزة طبقات الكنافة بتاعتي تبان. بعد كده بنزل عليها بكوباية من الزبدة المذابة او الزبدة السايحة، وبقلبها كويس جدا. بغلف الكنافة بتاعتي هنا بالزبدة، علشان طبعا الكنافة بتاعتي لما تخش جوه حشوات الجلاش بتاعنا تاخد لون الكرملة وتاخد اللون الذهبي، تبقى اللون بتاعنا حلو كده في قلب الكنافة. بعد كده بعد ما بغلفها بجيب الصينية بتاعتي. تقدري هنا انا مستخدمة صينية 30 في 25، تقدري انت تستخدمي صاج 30 في 40 او اكبر صينية عندك. وطبعا هيديكي طبقات اكتر في الجلاش، وكمان هيديكي توريقة حلوة جدا. انا هنا معايا هنا الصينية بتاعتي، انا استخدمت نص كيلو من الجلاش، وطبعا قصيته على قد الصينية بتاعتي. طبعا انت لو هتستخدمي صينية مقاس 30 في 40 هتديكي كمية كبيرة ما شاء الله. والطبقات بتاعة الجلاش كل ما تكبري في حجم الصينية كل ما هيديكي طبقات اكتر. انا هنا نزلت بورقتين من الجلاش، ببتدي ان انا ادهنهم بالزبدة. هنزل من تحت باربع طبقات، 4 ورقات من الجلاش، واحاول ان انا اظبطهم كده علشان الصينية بتاعتي تبقى مظبوطة. وبين كل ورقة ورقة بدهن بالزبدة علشان الجلاش بتاعي يبقى مورق ويبقى كده مظبوط معايا. زي ما انتوا شايفين كده الفرشة بتوزع معايا كويس جدا السمنة بتاعتي. هنزل بطبقة كمان من الجلاش، وطبعا اخر طبقة دي انا ما بدهناش اي حاجة، على ان هنزل بطبقة الكنافة. بحاول بس ان انا اظبط الاطراف بتاعتي، الجناب بتاعتي كده، علشان طبعا تبقى الصينية بتاعتي مظبوطة، تبقاش فيها حتة طالعة وحتة نازلة. وهنا بنزل بنص كمية الكنافة بتاعتي، ما بنزلش بالكمية كلها، علشان دي اول طبقة في الجلاش بتاعنا. بحاول كده ان انا انزل بنص الطبقة، واحاول ان انا اظبط الجلاش بتاعي او الكنافة بتاعتي. حاول كده اظبط الكنافة بتاعتي واظبط الطبقات زي ما انتوا شايفين كده. واي نوع مكسرات عندك في الوقت ده تقدر ان انت تحطيه، مش حابه تحطي ما تحطيش، يعني في الاول وفي الاخر يرجع لي. انا حاطه هنا يعني جوز هند وفول سوداني مجروش وزبيب. بعد كده بنزل بطبقه من الجلاش، ورقه من ورق الجلاش، وبدهنها بالزبده كويس بالشكل دوت. بين كل طبقه وطبقه طبعا الطبقه اللي في النص دي ما بخليهاش ورقها كتير. يعني انا حطيت في الاول 4 ورقات، وفي الجنب ده انا هحط 4 ورقات. بين كل طبقة وطبقة زي ما اتفقنا هندهن بالزبدة كويس، علشان طبعا الزبدة اللي هتورق معانا الجلاش. طبعا الصينية دي تنفع كده لعزومات رمضان، وهتديكي قطع كتير ما شاء الله. يعني هتديكي الصينية تنفع يعني حجم عائلي ما شاء الله، طلع معاكي كمية كبيرة. وكمان منقذة، يعني 2 في 1. عملنا الجلاش والكنافة في نفس الوقت. يعني اللي حابب ياكل كنافة موجود، حابب ياكل جلاش موجود.
طبعا نزلت باخر طبقة، وبحاول ان انا اظبط الطبقة دي، لان دي طبعا اللي انا هنزل بيها باخر طبقة من الكنافة بتاعتي، وبحاول ان انا اوزعها كده واظبطها زي اول طبقة بالظبط. طبعا هنا الكنافة جمدت معايا علشان الجو برد، فالسمنة يعني جمدت. بحاول ان انا اظبط كده بقدر الامكان، علشان طبعا ما يبقاش في حتة عالية وحتة واطية. هنزل بقى باخر حاجة بطبقات الجلاش بتاعتي، وطبعا بتبقى اعلى نسبة من الجلاش هي الطبقة اللي فوق. نزلت بورقتين، وهبتدي انزل بباقي الورق بتاع الجلاش بتاعي، وبين كل طبقة وطبقة بدهن بالزبدة كده كويس جدا. زي ما انتوا شايفين كده. طبعا اخر ورقة طلعت الحظ بقى ان هي كانت متقطعة، بس عادي مفيش مشكلة، مش هيفرق معانا. هنحاول ان احنا نظبط الورقة بتاعتنا كده علشان طبعا تبقى مظبوطة معايا. طبعا هنا معايا مسطرة، ودي مسطرة مطبخ انا مخليها للمطبخ علشان اقطع حجم القطع بتاعتي متساوية. حابة تشتغلي يعني بالمسطرة مفيش مشكلة. انا طبعا المسطرة دي مخليها للمطبخ. لما بيكون عايزة اطلع يعني الحاجة يعني ايه دقيقة قوي، يعني مظبوطة، القطع بتاعتي قد بعضها. طبعا انت لو مش عايزة عادي، ست البيت بتعملها يعني ايه، ايديها يعني ميزان ونظرها ميزان ما شاء الله، تقدر ان هي تعملها. بس انا هنا عايزة حجم القطعة بتاعتي يبقى الحجم القطع بتاعتي كلها قد بعضها. انا عاملة حجم القطع 4 في 4. طبعا زي ما انتوا شايفين كده مطلعة معايا اهي ما شاء الله كمية حلوة جدا. طبعا ودي بقى الزبدة، بحاول ان انا ادهن الورق بتاعي كويس، وبدخلها هنا على درجة حرارة هادية، على درجة حرارة 180 بالشكل دوت. وطبعا اول ما بتاخد اللون الحلو ده برفع عليها بس الشواية حاجات بسيطة، وبقلبها يعني ايه علشان ما تنحرقش مني. بعد كده بنزل بالسيرم بتاعي. السيرم بتاعي بيكون وسط، والسيرم بتاعي هنا مظبوط 100%. بنزل بالسيرم بتاعي زي ما انتوا شايفين كده اول ما بتطلع من الفرن وبتتشرب السيرم بتاعي. طبعا شايفين المنظر بتاعها. هنا التزيين بقى يبقى اختياري، لو انت حابة ان انت تزينيها مفيش مشكلة، مش حابة برضو مفيش مشكلة. في الاول وفي الاخر احنا اللي بناكل. وطبعا زي ما انتوا شايفين كده الصينية بتاعتي ما شاء الله حلوة جدا. شايفين المنظر، حاجة كده تفتح النفس. يعني والله العظيم يعني مش محتاجة كلام، هي بتتكلم عن نفسها. بجد حاجة كده ما شاء الله تحفة جدا. شايفين الطبقات، يعني بجد حاجة تحفة. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصل لكل جديد.